السلام عليكم. شرحنا في فيديو قبل كده ازاي اكتب instructions لاي جي بي تي بطريقه احترافيه، وكتبت مقال على ميديوم فيه كل الجايد لاينز بالتفصيل. هكتب لكم اللينك في الديسكربشن. وبناء عليه انا عملت جي بي تي تكتب كل الانستراكشنز. الجي بي تي اسمها جي بي تي انستراكتور برو. نيجي هنا على الجي بي تي ستور، نختار اكسبلور جي بي تيز، وهكتب في السيرش هنا جي بي تي انستراكتور برو. هتلاقي جي بي تي انستراكتور برو باي ايمن حامد، هدوس عليها. هنا ممكن اقول له انا عندي فكره عايز اكتبها لك عشان يكتب لي instructions. تعال ندوس على اول واحده I have an idea for a new GPT. طيب هيقول لي دلوقتي اكتب فكرتك. الفكره بتاعتنا النهارده عايز اعمل جي بي تي تريكومند healthy food meal. فهقول له دلوقتي جي بي تي specialized in healthy food meal recommendation. It can ask users if they prefer keto, low carb, or a normal delicious meal. Then it suggests تقترح a random meal in a well formatted manner. هتعمل ايه بقى؟ هتكتب ايه؟ اول حاجه دي specialized in healthy food meal recommendation، هترشح وجبه صحيه لليوزر. تمام، هتساله انت عايز كيتو ولا لو كارب. هتكتب له اول حاجه النيم، description، calories السعرات الحراريه، ingredients المقادير، preparation، واخر حاجه and an attractive wide image of the meal. دي الفكره بتاعتنا، وتعالى ندوس انتر كده ونشوف هتعمل لنا ايه. اداها اسم دلوقتي جي بي تي فودي، اسم حلو. وابتدى يكتب الانستراكشنز زي ما احنا قلنا في الجايد لاينز قبل كده. عندي رول، انترودكشن، كابابيلتيز اند فيتشرز، وكل حاجه اورينتد للفكره اللي انا قلت له عليها. وهنا الانتراكشن جايد لاينز، بيرسوناليزيشن، ليميتيشنز. اخد الكلام ده كوبي، واجي هنا على الجي بي تي ستور اقول له دلوقتي كرييت، واجي عند كونفيجر هنا كبر كده واقول له بيست، وتعالى نقول له كلوز هنا، وبعدين اجي هنا عند كرييت. تعالى نكتب الاسم الاول، نحطه هنا، وبعدين عند create واقول له اول حاجة analyze your instructions. يبتدي يكتب هو فاهم ايه من الانستراكشنز. قبل ما يخلص اقول له دلوقتي write catchy informative description with emojis. حط لي description هنا. طيب حلو جميل. هقول له دلوقتي create our profile image. لذيذ جدا. Do you like it? Yes. حط في الايموجيز هنا تفاحة وافوكادو. عايز حاجة تانية اقول له دلوقتي suggest for conversation starters. كتبهم لي وحطهم هنا، يعني هما مش باينين، فهقول له دلوقتي make it shorter، خليها اقصر من كده. جميل جدا. بس خلي بالك هنا دي غلط. ليه بقى؟ كانوا بيقول جي بي تي what's your favorite diet، فمش هينفع. تمام، فدي محتاجين نغيرها. فهقول له change the first starter to be in the form of first person pronoun. كأني بتكلم عن نفسي، مش بقول له what's your. دلوقتي اليوزر بيتكلم عن نفسه what should I eat. تمام، فما تسألش الجي بي تي نفسها، انت بتتكلم عن نفسك وهي بتجاوبك. طيب تعالوا نجرب كده. what should I eat if I'm following a keto diet. جاب لي وجبة دلوقتي، ده النيم بتاعها، description، الكالوريز، ingredients ماشي بالظبط زي ما قلت له، البريباريشن excellent، وكمان هيحط لي الايمج delicious. يبقى بكده احنا كتبنا فكرتنا
والجي بي تي كتبت لنا الانستراكشنز وعملنا نيو جي بي تي. دلوقتي نقول له سيف ونقول له everyone lifestyle جي بي تي فودي واقول له confirm. كده حطيناها على الجي بي تي ستور. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والدنيا تكون واضحة. اشوفكم الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.